السلام عليكم. حلقة جديدة من الرزنامة، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على شكل جدول الدوري والرزنامة عامة بعد ما شرحنا كل مسابقة سواء محليا أو إقليميا أو قاريا أو دوليا شكلها دلوقتي عامل إزاي، وهي مفروض تبقى عاملة إزاي بمواعيدها اللي هتتلعب فيها سواء في الدور الأول أو الثاني، أو كمان ميعادها إمتى في الأسبوع، جمعة ولا سبت ولا حد ولا ثلاث ولا هكذا. تعالى بقى نترجم كل الكلام اللي احنا قلناه ده في الرزنامه بتاعتنا، ونشوف التغييرات اللي هتتعمل على شكل الرزنامه اللي موجوده حاليا من اللي احنا مقدمينها في الحلقه بتاعتنا. حاجه بس مهمه قبل ما نبدا، ان احنا دايما بنتكلم على الاصعب. يعني ايه الاصعب؟ يعني احنا دايما بنتكلم الرزنامه بتاعتنا دي تطبق على العالم كله ويبقى فيه توافق عليها، وبالتالي احنا بنشتغل على الدوريات او الدول اللي عندها الموضوع صعب جدا وعدد الماتشات كبير جدا، خاصه طبعا الدوري الانجليزي. وكمان عندنا في قاره افريقيا بسبب المؤجلات، يعني عندنا طبعا مشاكل ومواعيد كتيره جدا بتضيع بسبب المؤجلات. فهنتكلم على كل ده. فهنمسك الاول البيزك بتاعنا زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، شكل الرزنامه في اوروبا وفي العالم كله عامل ازاي. النهارده هنبدا برضو بنفس القصه، شكل الرزنامه يبقى عامل ازاي في اوروبا وخاصه انجلترا وفي العالم كله. ومن ثم احنا يعني عدد مبارياتنا اقل، بس مشكلتنا في المباريات المؤجله والسفر لافريقيا والكلام ده كله. لكن لو اشتغلنا على الاصعب بالتالي هيبقى الموضوع بالنسبه لنا اسهل كتير. طيب تعالى بقى نشوف الدنيا هتمشي ازاي. احنا زي ما عملنا المره اللي فاتت، احنا عندنا الدور الاول والدور الثاني، كل دور بيتلعب على 4 كوارترات، كوارتر الاول الثاني الثالث الرابع، وبعد كده ده الكوارتر الخامس السادس السابع الثامن وهكذا، ونهايه كل كوارتر في اجنده دوليه. طيب التغيير اللي احنا عملناه عن الجدول اللي احنا شرحناه قبل كده، التغيير ان كان دايما كل كوارتر عندنا خاصه في الدور الاول 4 اسابيع دوري فقط، ثم اجنده دوليه زي ما اتفقنا 4 و1. المره دي بقى احنا هنزود الاسابيع اللي موجوده عندنا في الدور الاول زي بالظبط الدور الثاني، وشرحنا الفرق ده وقلنا الدور الثاني عدد اسابيعه اكتر. عندنا هنا 5 ومفيش اجنده دوليه، هنا 5 اجنده 5 مفيش، و5 وفي اجنده دوليه. فاحنا هنشتغل على الشكل اللي موجود في الدور الثاني اللي هم 5 اسابيع واجنده دوليه. طيب ايه الفرق يعني، وايه الهدف، وايه المكسب اللي هيعود علينا؟ زي ما اتفقنا المره اللي فاتت، 4 دوري واجنده دوليه دوت وقت قليل جدا على السفر ثم الرجوع للنادي واللعب معاه في الدوري وفي المسابقات القاريه على مستوى الانديه، ثم السفر مره ثانيه وهكذا. فكان كل 4 اسابيع سفريه، دي كانت بالنسبه لهم صعبه جدا. لكن هنا هنمشي بشكل مختلف تماما، 5 و1، وبالتالي مده بقاء اللاعب مع النادي بتاعه بتزيد اسبوع، وده هيديله راحه اكتر. افضل من ان الاتحاد الدولي والاتحاد الاوروبي يفكروا زي ما قلنا قبل كده ندمج الاجنده الدوليه بتاعت 9 و10 مع بعض وهنوفر ميعاد. لكن من ناحيه ثانيه في بدايه الموسم لما يغيب عني اللاعب بتاعي لمده اسبوعين، لمده 5 ايام او 5 مواعيد زي ما اتفقنا، يعني بتتكلم في 17 او 18 يوم في بدايه الموسم اللاعب بتاعي مش معايا. 17 و 18 يوم ده اكنه رايح يلعب كاس وخرج من الدور الاول مثلا، فوقت طويل جدا. لكن هنا الدنيا هتبقى اكثر تنظيما، 5 مع النادي وده وقت كويس جدا ان اللاعب يقعد مع النادي، ثم اجنده دوليه، والجدول يمشي بالشكل ده افضل كتير من ان احنا ندمج الاجندتين دول، او ان يبقى الوضع على ما هو عليه 4 مباريات ثم اجنده، وده اللي عامل مشاكل كتيره جدا. وده برضو فيه فايده ان حتى المنتخبات يكون يعني فرصه
يعني انا برضو عندي حاجه وقلتها قبل كده كتير، ما ينفعش العب بطوله في وقت قليل قوي، فانا يبقى عندي تصفيات كاس 6 ماتشات العب منهم 4 في اجنده واحده، فانا لو عندي نجم او لاعب او 2 او 3 غايبين لاسباب فنيه او اصابات او ما شابه، فضاع مني في التصفيات كلها اللاعب بتاعي. لكن لما العبك على 3 مرات او اكتر على مدار 5 6 شهور 4 شهور 6 شهور، فدوت هيدي عداله اكتر برضو للمنتخبات ان هي تختار اللعيبه بتاعتها، او ان لو لعيب غاب يبقى موجود في المباراه اللي بعديها. لكن انا لما العب التصفيات كلها 4 ماتشات في التصفيات مره واحده بقائمه واحده بظروف واحده، دوت اعتقد يعني مش صح. الصح ان احنا نحتفظ بالثلاث اجندات دوليه، لكن نزود الفارق ما بين الاجنده الاولى والثانيه او الاجنده واللي بعديها 5 اسابيع، وده هيبقى افضل. طيب جبنا بقى منين ال3 اسابيع دول؟ اولا هنا بدأنا بدري. يعني ايه؟ يعني لو نفتكر ده كان الاسبوع الاول من اغسطس، لا احنا هنبدأ هنا في الاسبوع الاخير من شهر 7، دي اول الاجنده بتاعتنا، فيبقى احنا بناخد اسبوع بدري للكوارتر الاول. طب الكوارتر الثاني والثالث جبنا الاسابيع بتاعته منين؟ لو انت فاكر كان هنا عندنا اسبوعين زياده. لو انت فاكر الكوارتر الاخير كان وضعه زايد جدا، فهناخد منه اسبوعين وانا شرحتها قبل كده، اسبوع هيروح في الكوارتر الثاني واسبوع يروح في الكوارتر الثالث، وبالتالي بقى عندنا 5 اسابيع واجنده، 5 واجنده، 5 واجنده، وهنا 5 وراحه ما بين الدور الاول والدور الثاني. ده كده شكل الدوري في الدور الاول. كذلك الدور الثاني، الافاده بس في الدور الثاني ان الكوارتر الخامس والسابع ما فيهمش اجندات دوليه وما فيهمش حاجه خالص، يعني هو الاسبوع مش محسوب. يعني خلاص مش مثلا احنا قلنا 5 و1 يبقى الكوارتر 6 اسابيع، ال6 يبقى النادي، لا هم 5 بس، وده اصلا مش موجود، حتى انا لغيه تماما اهو. بس في افاده ان يوم الثلاث ده معانا، واحنا قلنا الاجنده الدوليه بتضيع مننا 3 جمعه 3، اي نعم هم ماتشين اجنده دوليه لكن بيضيعوا مننا 3 مواعيد، وبالتالي طالما هنا مفيش اجنده دوليه فيبقى الثلاث ده معانا زياده، والثلاث كمان ده معانا زياده. خلاص، فيبقى احنا بمنتهى البساطه عندنا 8 كوارتر، 6 منهم 6 اسابيع، 5 و1، والواحد ده اما اجنده دوليه او راحه، وعندنا كوارترين فقط لا غير 5 اسابيع ومفيش لا راحه بعديهم ولا اجنده دوليه. فدول عدد الاسابيع اللي موجوده عندنا. يتبقى في السنه كلها، السنه كلها 52 اسبوع، فهيتبقى 6 اسابيع باقيين، وده انا بسميهم الكوارتر زيرو، اللي هم بيبداوا زي ما اتفقنا من بعد الاجنده الدوليه في شهر 6 في اخر الموسم لما قبل بدايه الدوري او بدايه الموسم اللي بعده، ودول برضو 6 اسابيع. فحتى الكوارتر اللي هو الراحه السلبيه وفتره الاعداد والبطولات المجمعه في نهايه الموسم زمان بالظبط زيها زي كل الكوارترات 6. يبقى بالتالي احنا قسمنا كل السنه 9 كوارترات، كل كوارتر 6 اسابيع، يعني 54 اسبوع. طبعا السنه 52 اسبوع بس، اللي هو الاسبوع اللي طاير فيه الكوارتر الخامس واللي طاير فيه الكوارتر السابع. يبقى احنا كده عملنا كل الكوارترات متساويه تقريبا. طيب ده نمره 1. نمره 2، احنا بعد ما حطينا اسابيع الدوري بالشكل ده، تعالى وحطينا الاجندات الدوليه. خلي بالك برضو انا مش بحط مواعيد، يعني انا حسبتها لك بالاسابيع، هي السنه كلها عدد اسابيعها قد كده، فبنلعبها بالشكل ده وما فيهاش اي مشكله خالص. فكل كوارتر هو محفوظ، ده هيبدا الاسبوع الاخير من شهر 7 وهننتهي هنا مثلا، ده الاجنده الدوليه ديت الاسبوع الاول من شهر 6، فهي الدنيا محفوظه بالظبط ما فيهاش اي مشكله. تمام؟ زي هنا برضو ده الجمعه اللي مثلا بدايه الدور الثاني اللي هو يوم الجمعه الثانيه من شهر يناير وهكذا، فالدنيا محفوظه بالشكل ده ما بتتغيرش. ملناش دعوه بالمواعيد، ملناش دعوه يوم كام في الشهر يوم كام، ده مش حساباتنا خالص. احنا بنحفظ الكوارتر وبنعمله بالشكل اللي قدامك ده بالظبط. طيب المرحله ما بعد ما بنحط ايام الجمعه، وما تنساش ان في اوروبا سبت وحد دي محفوظه، و3 و4 اللي هي مباريات وسط الاسبوع سواء كاس او دوري الابطال او البطولات الخارجيه. عندنا في افريقيا وشرحناها الموضوع مختلف شويه، الدوريات هيبقى اغلبها خميس وجمعه ويمكن سبت، ودور الابطال حد واثنين، والكونفدراليه يوم الثلاث.
خلاص. فيعني في اختلافات بسيطه هنا، بس احنا بنمشي، ده الاساس بتاعنا بنكتبه دايما جمعه وثلاث وهنمشي عليه، وبقت مفهومه خلاص مين في بدايه الاسبوع مين في نهايه الاسبوع. بعد ما بنحط الكلام دوت بنبدا نبص على البطولات القاريه اللي هي على مستوى الانديه، دوري الابطال او الكونفدراليه، او حتى في اوروبا دوري الابطال، الدوري الاوروبي، دوري المؤتمر، وهكذا. وشرحنا البطولات دي كلها بتتلعب ازاي، وقلنا ان بطولات دوري الابطال في الدور الاول بتبقى 10 جولات، وده اللي شرحناه المره اللي فاتت، مش 6 زي ما موجود دلوقتي، ومش 8 زي ما الاتحاد الاوروبي والاتحاد الاسيوي عمل. احنا عندنا هنا الاجنده بتقول ان الدور الاول من المجموعات في دوري الابطال 10 جولات. طيب هنلعبهم امتى وازاي؟ فعايزك بقى تركز معايا في الكلام المختلف ده. بص، اول حاجه الكوارتر الاول ده كان في الاجنده الحاليه وحتى اللي الاتحاد الاوروبي هيعمله بعد تغيير نظام دوري الابطال، ان الكوارتر الاول ده اغلبه مباريات الدور التمهيدي وكاس السوبر القاري اللي هو الاوروبي او ما شابه. لكن احنا هنا علشان بقى عندنا 10 جولات في الدور الاول، مضطرين ان احنا نبدا هنا اول جولتين. يبقى بمنتهى البساطه كده، دوري الابطال ادي جوله الاولى، وهنا دوري الابطال ادي الجوله الثانيه. يبقى اول تغيير على مستوى دوري الابطال ان دوري الابطال في اغلب القارات هيبدا في نهايه شهر اغسطس، مش بعد الاجنده الدوليه اللي في شهر مارس. ده اول تغيير. يبقى في الكوارتر الثاني والكوارتر الثالث عندنا 9 مواعيد، 5 ايام في نهايه الاسبوع و4 في وسط الاسبوع. المعدلات في اوروبا ممكن يلعبوا 8 من التسعه، عندنا هنا في افريقيا وفي مصر هنلعب ان شاء الله 7 بس من التسعه، وهنقول لك ازاي بعد لما نيجي يعني نتكلم في مصر. لكن دلوقتي احنا بنتكلم في الطبيعي عندنا هيبقى عندنا 5 ايام نهايه الاسبوع ماشي ماتشات دوري، وسط الاسبوع عندنا 4 ماتشات هنلعب منهم 3 في دوري الابطال. طب ايه الفرق يعني من اللي احنا قلناه المره اللي فاتت، وقلنا ان الاتحاد الافريقي غلطان لما لعب 3، وان انا هنا بقول لك نلعب 3 برضه في نفس الكوارتر؟ الفرق ان الاتحاد الافريقي او ان الوضع الحالي عندنا اصلا الكوارتر 4 اسابيع و3 اسابيع بس، او 3 مواعيد في وسط الاسبوع. فانت لما تاخد ال3 مواعيد انا مش هقدر العب ال4 ماتشات بتوعي. لكن لما الكوارتر 5 زي ما احنا زودناه، فحضرتك ممكن تلعب ال3 لان هيبقى في ميعاد فاضي، وبالتالي الانديه هتقدر ان هي تريح. يبقى الفرق كمان لما احنا زودنا الكوارتر من 4 اسابيع ل5 اسابيع، هنقدر ان احنا نحط في نفس الكوارتر 3 مباريات على مستوى المسابقات القاريه للانديه، على عكس الوضع الحالي 3 في الكوارتر الواحد بيدمر الكوارتر. تعالى كده نشوف هتمشي ازاي. اهو بمنتهى البساطه ادي دوري الابطال قلنا 1 و2، بعد كده هنا عندنا ادي دوري الابطال الجوله الثالثه، ودوري الابطال الجوله الرابعه، ودوري الابطال الجوله الخامسه. قصادهم بالظبط نفس الكلام، وهقول لك دلوقتي ليه اخترنا المواعيد ديت ما اخترناش مواعيد تانية. ادي دوري الابطال الجوله السابعه، وادي دوري الابطال الجوله الثامنه، وهنا دوري ابطال الجوله التاسعه. هنا بقى في اختلاف، دوري ابطال جوله 10. طيب تعالى كده بص ليه المواعيد مختاره ازاي. اولا لو خدت بالك ان قبل الاجنده الدوليه في ماتشين على طول اهم، لكن بعد الاجنده الدوليه احنا بنحط ماتش واحد وبنسيب الميعاد ده فاضي. اهو ده دايما ميعاد فاضي اللي احنا قلنا عليه لما يبقى عندنا 4 ايام وسط الاسبوع نقدر نلعب 3 ونسيب واحد، او اللي هو ده. ادي الميعاد ده دايما بيبقى فاضي، فبنلعب هنا وهنا. طيب ليه هنا وهنا؟ قلنا عشان لو الفرق اسبوعين يبقى السفر الموضوع فيه بسيط. طب اشمعنى هنا هتضغط وتلعب ماتشين ورا بعض؟ هقول لك ان احنا هنا بعديها فيها اجنده دوليه، فحضرتك انا حتى لو زقيت الماتشات بتاعتي يوم او 2 مفيش مشكله. يعني ايه؟ يعني لو هو بيلعب في دوري الابطال مثلا يوم الاحد بره مصر او يوم الاثنين، يقدر يجي يلعب هنا في الدوري خميس او جمعه مثلا يعني، ويقدر يلعب هنا في الميعاد اللي احنا قلنا ما بنلعبش فيه يوم الاحد او الاثنين بالكتير قوي. طب اشمعنى؟ هل كده بنيجي على المنتخب او على الاجنده الدوليه؟ طبعا لا. ليه؟ لان في اوروبا بيلعبوا
سبت وحد اصلا، فعقبال اللعيب ما يجي لك يوم الاثنين ويبدا معاك تدريبات يوم الثلاث. فانت هنا لو الميعاد بتاع دوري الابطال الماتشين اللي ورا بعض دول النادي ما قدرش يلعب الدوري اللي هو بتاع الجوله التاسعه اللي قدامك ده، وهنا في ماتشين ورا بعض دوري الابطال، فقال لك انا لازم اجل ده، هقول لك مفيش مشكله، اجل والعب هنا حد او اتنين، وارجع بقى العب الاسبوع التاسع في الفراغ هنا، والعب الاسبوع العاشر في نفس ميعاده. وبالتالي انا حتى بخرج من الكوارتر من غير مباريات مؤجله. يبقى انا قدرت ان انا لما اكبر الكوارتر العب 3 مواعيد في دوري الابطال، والعب في الدوري المحلي 4، ولو في دوريات عايز تلعب الخامس تقدر تلعبه بعد الاجنده الدوليه، وفي نفس الوقت بخرج من الكوارتر من غير اي مباريات مؤجله ومن غير حتى ضغط على الانديه. انا ممكن اسيبك اهو معادين ورا بعض بتروح تلعب في دوري الابطال حد انا مش ضاغط عليك ولا حاجه، وهنا في ميعاد فاضي اهو كمان خلاص. فيبقى الكوارتر لما كبر هيدي راحه للانديه ويدينا فرصه ان احنا نحط ماتشات اكتر. يبقى دوري الابطال زي ما حضرتك كده شايف سيمتريه واحده، هنا الجوله الرابعه الثالثه بتسيب اسبوع تلعب الرابعه وبعدها على طول الخامسه، وهنا السادسه بتسيب اسبوع تلعب السابعه وبعدها على طول تلعب الثامنه. طيب هنا ماشي 9، طب ليه ما سبتش اسبوع ولعبت هنا وخليت هنا الكوارتر انا اسف الجوله العشره الاخيره؟ اولا لما تلعب اخر جولتين 9 و10 ورا بعض ممكن يبقى فيها نوع من الاثاره والكلام ده كله، فما فيهاش مشكله، ونوع كمان من التركيز للنادي ان دول اهم ماتشين واهم اسبوع عندي في الموسم. تمام، كل ده جميل جدا، لكن السبب الاهم مش كل اللي انا قلته ده، السبب الاهم هو الدول اللي عندها الموسم اللي مقلوب. يعني وقلنا القصه دي قبل كده، يعني مثلا لو في اسيا اليابان والصين والكلام ده بيلعبوا الموسم المقلوب وبيشتركوا معانا في الرزنامه دي، بطوله اسيا بتتلعب بنفس الشكل ده، وبالتالي هم بينهوا الموسم هنا في شهر 11 خلاص. زي ما احنا زمان لو فاكر بطوله افريقيا هي اللي كانت مقلوبه فكانت بتخلص هنا في شهر 11، فهنا لما الدوريات زي الدوري الياباني او حتى في افريقيا كوت ديفوار مش عارف سيشل موزمبيق، يعني في دول في افريقيا بيلعبوا الموسم، وبالمناسبه في دول في اوروبا بيلعبوا الموسم المقلوب زي السويد وسويسرا وكام دوله كده خلاص، علشان الظروف المناخيه، يعني كل ده اللي بيتحكم فيها الظروف المناخيه، ودي مش قصتنا قوي، احنا متعاملين معاها وهنيجي لحلقه معينه نشرح الموسم المقلوب ده في كل قاره، انا عامله يعني موجود وكل حاجه باستثناءاته وكل حاجه ما فيهاش مشكله ان شاء الله. تمام؟ فهنا بنلعب الجوله والتاسعه ورا بعض علشان الناس ديت زي اليابان خلصوا الدوري هنا، الدوري 15 ده هو بالنسبه لهم نهايه الموسم، فحضرتك انت ده بالنسبه لهم الكوارتر الرابع ده هو الكوارتر الزيرو اللي هم بياخدوه راحه، انت واخد بال حضرتك؟ فهنا انت بتضغط عليهم وبتاخد من الراحه بتاعتهم، فيعني مش كويس قوي ان انت تاخر قوي في نهايه الدوري بالنسبه لهم او نهايه دوري الابطال، وتخلي كل انديه اليابان مريحه ما عدا الناديين ولا حاجه اللي بيلعبوا في دوري الابطال. تمام؟ فانت بتاخد الاسبوع بدل ما هو هنا بتحطه ايه؟ بدري اسبوع علشان الناس اللي عندها الموسم المقلوب يلحقوا ياخدوا الاجازه بتاعتهم، فدي معموله فقط للموسم اللي مقلوب. وكمان فيها فايده ان انت بتخلي اخر كام اسبوع قبل نهايه الدور الاول المسافه فيه اكتر للانديه على المستوى المحلي، فلو في مباراه مؤجله ولا حاجه يعني برضو تلحق تخلصها. انجلترا بيحبوا يلعبوا بوكسنج دي اي موجوده بالنسبه لهم، ممكن نلعب مباريات كؤوس في الفتره ديت، اعياد الميلاد موجوده، فده برضو كل ده كويس ومفيد ان احنا ناخد الاجنده الدوليه ديت، انا اسف ناخد دوري الابطال ونطلعها فوق اسبوع. طيب يبقى احنا كده سكننا في مباريات وسط الاسبوع، احنا عندنا كل مباريات وسط الاسبوع اللي هو يوم الثلاث، يعني عندنا 4 في 4 يعني 16، خدنا منهم 10 في دوري الابطال وال10 2 3 3 2، فاضل عندنا 6 مواعيد فقط للمباريات اللي في وسط الاسبوع. طيب هتتلعب ازاي؟ اول حاجه عندنا هنا ودي حاجه مهمه، هنا عندنا مثلا كاس السوبر الاوروبي اللي هو كان بيتلعب في نفس الوقت ده، بس انا ما بكتبوش الاوروبي، انا دايما بكتبه كاس السوبر القاري، خلي بالك انا بكتب دوري الابطال ما بكتبش دوري ابطال اوروبا، لا يعني ان احنا خلاص اتفقنا ان لازم دوريات الابطال في العالم كله تمشي بنفس المواعيد،
وحد واثنين دوري ابطال افريقيا، اثنين وثلاث دوري ابطال في غرب اسيا، ثلاث واربع في شرق اسيا وفي اوروبا وفي الامريكتين. وقلنا كل الكلام ده علشان المواعيد، اللي بيلعب في شرق اوروبا طبعا والامريكتين مواعيدهم تمام زي الفل. دايما المشكله عندنا في اوروبا مع افريقيا في ما ينفعش يلعبوا في نفس اليوم، فاحنا خلاص خدنا افريقيا ولعبناها حد واثنين والثلاث واربع بقى لقاره اوروبا. وشرق اسيا والامريكتين حتى لو لعبوا في نفس اليوم اللي هو الثلاث واربع مواعيدهم مختلفه تماما. اليابان هيلعبوا بدري، بعد كده اوروبا، وبعد كده في اخر اليوم بالليل على الفجر كده الامريكتين بيلعبوا. فخلاص اتفقنا ان دوريات الابطال لازم تبقى الاجنده موحده وتمشي كلها سيمتريه واحده، باختلاف القارات باختلاف الدول احنا ملناش دعوه، باختلاف بعض بس الحاجات كده البسيطه زي الموسم المقلوب والكلام اللي انا بشرحه لك ده هقول لك عليه لما يجي وقتها. لكن ده السيستم اللي هيبقى موجود هنا. كاس السوبر الميعاد دوت احنا بنسيبه فاضي، ما بنحطش فيه اي حاجه في بدايه الدوري. ممكن هنا نحط الدرع الخيريه. خلي بالك في نقطه مهمه، انت لو خدت بالك من الاسابيع بتاعت نهايه الاسبوع 20 الدوري الانجليزي نفسه 19 يعني خلاص. ففي اول واحد ده دايما احنا بناخده لكؤوس السوبر، فيبقى اول اسبوع في الكوارتر الاول هو الدرع الخيريه او كاس السوبر المحلي. خلاص نكتبها كده اوقع اهو، هكتبها لك صح، السوبر المحلي هو ده المسمى المظبوط. حتى لو في دوله عايزه تلعبه على ماتشين ممكن تلعبه مفيش مشاكل. الاتحاد الاوروبي حتى لو عايز يلعب السوبر القاري برضه فاينل فور ممكن هنا وتتاجل مباراه ولا حاجه مثلا في اي ميعاد مفيش مشكله، فدي متاحه. لكن خلينا نشتغل على اللي موجود او الاوروبيين بيحبوه. ادي السوبر المحلي وادي السوبر القاري، كده الكوارتر الاول خلص. طيب المواعيد دي بقى حضرتك اللي فاضيه ديت تعالى بقى نكتبها كده اهو، محلي زي ما احنا متعودين كده، نكتبها لك حتى بالقلم الاحمر. خلاص محلي زي يعني مباريات كاس مؤجله او ما شابه، محلي اهو محلي. عندنا كم واحد؟ 4 مواعيد، 2 3 4. طيب دول هيتلعب فيهم ايه؟ هيتلعب فيهم مباريات الكؤوس. يعني مثلا انجلترا، خلينا نشتغل دايما على الاصعب. انجلترا عندها هنا كاس الرابطه دور ال 64، وبرده هنا كاس الرابطه دور ال 32، وبعد كده كاس الاتحاد الانجليزي نفسه او كاس انجلترا ال 64، وهنا كاس الاتحاد دور ال 32. يبقى قدرنا في الاربع مواعيد دول ان احنا نلعب دور ال 64 ودور ال 32 في مسابقات الكؤوس. ده الدول حتى اللي عندها بطولتين. لكن مثلا دوله زي المانيا مثلا بيلعبوا في الميعاد ده، بالمناسبه بيلعبوا كاس المانيا بيلعبوه بدري قوي. بس هنا مثلا يلعبوا 64 هنا 32 هنا 16، هيخلوا ميعاد مرتاح. يعني الدنيا هتبقى بسيطه. انجلترا بس اللي بتضغط بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب ده بالنسبه للدور الاول. بالمناسبه انجلترا بيلعبوا هنا بوكسنج داي، تمام؟ فدي نقطه مهمه، فانا دايما بكتبها كاس الرابطه دور ال 16 وكاس الرابطه دور الثمانيه، وهم كده كده بيلعبوهم بوكسنج دي، يعني مش بياخدوا من وقت الراحه، هم بيضغطوا على الناس هنا يلعبوا كل يومين علشان يخليهم يريحوا الاسبوع دوت، يعني زي عقاب يلعبوا كتير عشان اديك الراحه بتاعتك. خلاص. فهنا برضو الاتحاد الانجليزي بيوفر ميعادين، ودي مش موجوده في اي دوله في العالم غير في انجلترا. يعني بقيه الدول الاسابيع حلوه وزياده وبتكفيهم، انجلترا يعني الدنيا عندهم صعبه. ده كده الدور الاول. وزي ما اتفقنا الدور الاول في الدوري، دور المجموعات في البطولات القاريه على مستوى الانديه، وكمان الكؤوس بتوصل لنصها تقريبا. يعني لو بصيت هنا الماتشين دول وزعناهم على الكاس ممكن نلعب دور ال 16 وال 16، فيبقى لعبنا 3 جولات من كل كاس من الكاسين، فيبقى احنا كده ماشيين بالمعدل مظبوط جدا. ما فيش مواعيد لمباريات مؤجله بالنسبه للاوروبيين. لما يجي عندنا في مصر الوضع هيبقى مختلف شويه، ولما نيجي لشرح الرزنامه بتاعت العرب وافريقيا ومصر والكلام ده هنتكلم عنه بشكل يعني افضل من كده.